كنت كنقلب على خدمة نكمل بها الشهر، حتى جاني في الميل واحد العرض غريب 4 المليون في السيمانة، غير باش نراقب الكاميرات في واحد الجزيرة مهجورة. قلت علاش لا ما نجرب هاد التجربة، بحكم أنا واحد الإنسان عزيز عليه يبدل الروتين ويشوف حوايج جداد، ولكن هاد المرة تمنيت كون غير بقيت في الروتين ديالي. وصلت بالهليكوبتر، الطيار كان ساكت ما كيهضرش. الرحلة كانت وسط بحر كبير بزاف ديال الغيوم. ملي نزلت لقيت واحد البلاصة بحال قاعدة عسكرية قديمة، البنايات قديمة نوعا ما وكلشي كيبان خاوي مهجور. الناس ما كانش ليهم اثر. عطاني واحد الراجل الورقه فيها كلمه السر ديال الابواب والكاميرات، وقال لي راقب الكاميرات وما تسولش. نهار ورا نهار كنجلس قدام 78 كاميرا، كلهم تقريبا خاويين، غير الشر كيتحرك، الريح كتغوت وانا كنشرب في القهوه بوحدي. وليت كنهضر مع راسي، وليت كننعس حدا الشاشات، نسيت شحال في الشهر وشكون انا اصلا. حتى واحد الليله الكاميرا رقم 12 طفات، كانت في ممر تحت الارض، طابق ما كاينش اصلا في المخطط. رجعت تخدم مع 2:46 ديال الصباح، ولكن الممر تبدل، الضوء خافت، الحيطان ملطخين بحال الدم ناشف، وفي الاخر كان شي واحد واقف كيشوف في الكاميرا، ما كيتحركش وما كيهضرش. مشيت كنجري عيط للطوارئ، الهاتف كيرن وكيرن، وفجاه طفاو الكاميرات بالتتابع. من رجعت الكاميرا 12 ما بقاتش، بحال الا ما كانتش اصلا. مشيت نعيط، ما كاين لا شبكه لا والو، التليفون ديال الساتيلايت خدام ولكن لا اتصال. بقيت كنجري كالحمق اللي ما عارف شنو يدير. مشيت نشوف التموين، الصناديق ديال الشهرين الجايين محلولين وخاويين، ما بقى فيهم والو. وليت كنسمع طنين وسط الحيطان، شي صوت ماشي ديال اله، وكنحلم بممر مظلم وفيه نفس داك الشخص اللي شفت ديجا واقف كيشوفني وكيتسنى شي حد